الكثير من الأشياء أصبحت تسرق وقتنا هذه الأيام. ليست هذه هي المشكلة إذا كانت هذه الأشياء مفيدة لنا في حياتنا وآخرتنا. المشكلة كونها ليست إلا إهدار للوقت وتشتيت للذهن وإلهاء عن الطاعة. لنسأل أنفسنا: كم نستغفر ربنا من مرة يوميا؟ حسنا، أعلم أنه عادة تمر الأيام والليالي دون ما ذكر وأسهله الاستغفار، ولكن في المقابل قد لا تكاد تمر ساعة أو أكثر إلا ونحن نهرع إلى أجهزتنا، نرى من أرسل ومن غرد، نضحك على النكات ونضحك أكثر على الفيديوهات. الكثير من الضحك. لربما من الأفضل أن نبكي على أنفسنا لا أن نضحك. ردد معي: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هل تعلم كم استغرق منك قول ذلك؟ 4 ثوان. إذن عندما تستغفر ربك 100 مرة سيستغرق منك ذلك 80 ثانية، أي 1 20 ثانية تقريبا. كل هذا ونحن غافلون. هل ستبخل على نفسك ب5 دقائق من الاستغفار تقدمها زكاة ليومك، تمحو بها ذنوبك، تطهر بها قلبك، تعطر بها يومك، ترطب بها لسانك، ترضي بها ربك؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نحن في عصر أجهزته ذكية وأهله أغبياء. الاستغفار عادة تحتضر. أعيد إحياء.